هاد العام ما كاينش كاع الخدام بالريق الناس ما كاينش. شدينا ب75 درهم. وبالطليب وبالرغيب وما كاينش الاخير كطلع جلبانه من شهر 9 حتى شهر 1. جات الجريحه ضربت عليك. الجريحه كتجي حاليا دائما سنه لسنه، كتجي بشهر 12 وكتجي بشهر 1. تطلع كاع انت الغله ديالك. واحد الليله فاش ضربت لينا حنا هادشي ليله وحده، ضربت لينا الدنجال وضربت لينا جلبانه. جلبانه فيها 2 الإقطار، خسر علينا هنا 4 المليون، اللي خسر عليها 2 المليون القطار بالدواء وبداك الشيء. هي 4 المليون ضربته لينا في ليله وحده. والدواء غالي، الدواء راه كيدير ديال الرتيله كيدير 40 ألف ريال لا سميتو الليترو. والدواء ديال الشهيبه كيدير 11 ألف ريال الليترو. خلي انت ليسانس باش غادي تخدم، والخدام اللي غادي يدير لك الدواء. راه الداويه ديال القطار كتطلع لك ب 30 فرنك باش كطلع القطار، هي 2 قطار 60 فرنك باش كيطلعوا لك. المهم داكشي كثير، المصاريف كثيره، ولكن هذه اللي هي كنضروا فيها هنا هي هاد الجريحه هذه. كتجي لنا هاد الجريحه اللي كدير لك كلشي. ما كون بقات هي الغله غاديه على ما كاين هاد الجريحه زمعها فيه خير، ولكن جات هاد الجريحه هي اللي كتاثر على الفلاح. وكاملين الفلاحه هنايا راه ضربتهم الجريحه، ماشي غير انا بوحدي يعني ولا هذا ديال الفلاحه. والدنجال هو تحرك ولا بحال كبيتي عليه لا السيد. اللي شافو كيتعجب يبدا يضحك، يا سلام يا سلام. والله الا كيبدا يضحك كيشوفو واش هادي حرقيه. كنقول له هذا راه ليسونس ماشي حرقيه. وهذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. اللي بغيناه هو من الدوله اللي شافت هذا الشيء باش ما لقاو يعاونونا. راه الفلاح صغير هذا، انا غير كاري لهذه الارض، انا غير كاريها ب 80 ألف ريال القطار. 80 ألف ريال القطار باش كاريها الارض هذه، وخدام فيها 4 سنين. هذه كل عام كنقول انا زعما راه غادي نصور شي شويه كنزيد عليه. فهمتي، كنزيد عليه العام العام. وكنتمنوا الله يرحمنا. كاين مجموعه ديال الاكراهات اللي تيعيشها الفلاح. كما كتعرفوا كاين الاسمده اللي غاليه، وكاين الادويه اللي غاليه، وكاين في هاد الاونه الاخيره كاين الجريحه اللي ضربت الغله تقريبا تقريبا. وكاين المشكل ديال الماء بالنسبه للفلاح حنا تنديروا الطون كاين درهم و30 فرنك، ولكن بالنسبه للفلاح تجيه غاليه، ولكن بالنسبه للجمعيه تجيها رخيصه بالنسبه للتكلفه باش تنطرعوا الماء. يعني كاين الضوء، حنا خدامين في هذا الحوض بالكهرباء، تيجينا تقريبا غالي بالنسبه للجمعيه. وكاين مجموعه من الاكراهات الاخرى. كاين المشكل ديال التسويق حتى هو كاين مشكل. دابا الفلاح تيضرب تماره تقريبا ديال 4 شهور ولا 3 شهور حتى تيطلع الغله. فاذا به مثلا الى مشيتي للسوق تتلقى مع السماسريه اللي تيلعبوا مع الفلاح الصغير وتيديو ليه الغله بالاثمنه اللي ناقصه تقريبا. يعني صعيب باش يتكافى مع المصاريف ديال الغله والمصاريف ديال الخدامه. وهذا ماذا بنا باش نقصوا على الفلاح، ولكن نقصوا على المصاريف. ولكن بالنسبه للجمعيه كما قلت لك الكهرباء راه واصله تقريبا، راه حنا تقريبا بحال الا قلتي واحد 75% ولا 80% ديال المصاريف اللي تدخلها الجمعيه تيديها الضوء. يعني بحال هذا العام اللي فات تقريبا راه عندنا تقريبا شي 30 مليون تقريبا سنتيم اللي دانا الضوء. ولكن الا جيتي مثلا لهذاك تنتمنوا هذا امل ديال الفلاحه اللي هنا. الحل تقريبا اللي تنتمنوه هو الطاقه الشمسيه، اللي غادي تقريبا الى على حسب اللي ما قالوا لنا الناس اللي في الميدان اللي عندهم الطاقه. يعني تقريبا واحد 15% ولا 20% غادي تنقص من المصاريف. يعني هذيك تقريبا غادي تشجعنا باش نستمروا. الفرق كبير ما بين الطاقه الشمسيه والغاز. الطاقه الشمسيه اقتصاديه، بالنسبه للغاز نستهلكوا اكثر من داكشي اللي كنستهلكوا دروك. كاين فرق كبير. كنا كنستهلكوا 12 قنينه غاز في النهار، ودروك 3 شهور كاع ديال في الفلاحه استهلكنا 70 بوطه. المهم راه شي فرق كبير. الطاقه الشمسيه تقامت عليها تقريبا ب 21 مليون ونص. وبالنسبه للارباح راه بعدا شايطين دروك. كنا كنعطيوهم غير الغاز.
وبالنسبه للغاز راه كنا كما قلت لك كنستهلكوا 12 قنينه، راه كنلحقوا حتى ل 20,000 درهم في 3 شهور، ما بين 15,000 حتى ل 20,000 درهم. دابا راه الحمد لله راه شي 3,000 درهم اللي خسرت في هاد 3 شهور، 1000 درهم تقريبا للشهر. هاد الطاقه الشمسيه واش كاين مدعمين ولا نتوما شريتو؟ كيفاش شريتي هاد الطاقه الشمسيه؟ بالنسبه للدعم راه ما كاينش عند الدوله، خديناها عند كريدي، عند قرض فلاحي، ومول الشركه دعمنا حتى هو بعدا بشويه ديال التسهيلات. بالنسبه للزريعه كنديروا هادشي ديال الخضروات بزاف باش معروفه المنطقه. بالنسبه للتشجير مازال ما عندنا فيه حتى شي، ما عندنا حتى تجربه في التشجير هاد الساعه، بعدا هاد الساعه غير هادشي ديال الخضروات اللي كنديروا. الخضروات كي داير عندكم الانتاج هاد العام؟ الفلاح لا اله الا الله هاد العام راه تقهر بزاف بالنسبه للتسويق، راه والشتا ما كاينه، راه لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. والماء عندكم شويه؟ اللهم لك الحمد. الماء بالنسبه للماء كاين، ولكن خصك تفوت 100 حتى في الفرشه المائيه، تفوت 100 بعدا اللي كاينه في هذه المنطقه. بالنسبه الى كان سد الواد المداد يقدر تكون علينا، تكون الفرشه المائيه شويه بعدا تزاد، يقدر الماء يكون في الفرشه المائيه على 70 متر وعلى 60. المهم بعدا الانسان بغى يخدم. كنطالبوا بالنسبه الطلب ديالنا الاول هو السد المداد، الا كاين راه من الاحسن. سد المداد الا كاين هو الحل الوحيد للساكنه، راه حيت الساكنه راه كتشوف فاش عايشين. بالنسبه للساكنه راه ما كاين لا ما في السواقي، ما كاين والو، راه لا اله الا الله. المهم الناس شادهم الصبر، مازال اللي شادهم في هذه البلاد اللي شادهم.